غسل الجنابة. الو احسن، صباح الخير. اهلين، صباح النور. اخي كل هالقد مشتاق ليه؟ بدي اقول لك على شغله بس. قل لي شو قصتك؟ فقت الصبح حلمت حلم غريب عجيب ولقيت حالي. فهمت عليك. صار عندك جنابه. شو يعني؟ يعني انت هلا انتقلت لمرحلة البلوغ وهيدي مرحلة جديدة بحياتك. شو؟ عادي بكرة بتتعود. سكر الخط ورح اجي لعندك. لا لانه في مجموعة امور لازم تعرفها. يلا سلام. ماشي. واجبات الغسل. وهلا وصلنا للمفيد. يلا خلصنا، كيف بدي اغتسل؟ قل لي الطريقه. روق طول بالك شوي. قبل الغسل لازم تقوم بعملية الاستبراء من المني بواسطة البول، لأنه فإن لم يستبرئ المغتسل قبل الغسل ثم خرجت منه بعد الغسل رطوبة مشتبهة أو سائل مشتبه بين المني وغيره يحكم بأنه مني ويجب إعادة الغسل مرة ثانية. هيدي مهمة كتير. واجبات الغسل. القسم الأول ما يتعلق بالمغتسل، يعني فيك شخصيا يا سامي في مجموعة أمور لازم تعرفها. تجب النية في الغسل كما في الوضوء، ولا يشترط التلفظ. عدم وجود حاجب يمنع وصول الماء إلى البشرة. إذا أحدث من يغتسل غسل الجنابة في أثنائه بالحدث الأصغر فلا يجب عليه التوقف، بل يتم غسله ويقع صحيحا، ولكن عليه الوضوء بعد الغسل. يلا قل لي بعد، انا جعت وبدي فوت اغتسل. والقسم الثاني ما يتعلق بماء الغسل، ويشترط بماء الغسل أن يكون طاهرا مباحا مطلقا. يعني هاي الشروط مطابقة لشروط ماء الوضوء. طريقة الغسل. هيدا هو المفيد. اذا اسمع وشوفني كيف رح مثل عملية الغسل. لنفترض هيدا رشاش المي، والله اقول لك تليفون احسن. لنفترض هيدا رشاش المي، بس قبل ما نبلش لازم تعرف انه يشترط الترتيب في غسل الجنابة، وذلك بغسل الرأس والرقبة أولا، ثم غسل الجانب الأيمن، ثم غسل الجانب الأيسر من الجسم. عرفتوا كيف؟ هلا رح تسمعوا شغلة بتعجبكم كتير. لا تشترط الموالاة في الغسل الترتيبي، فيجوز للمكلف أن يغسل رأسه ثم بعد ساعة مثلا يغسل باقي الجسم. يا سلام. وفيك تغتسل بشكل ارتماسي، يعني ارتماس كامل الجسد دفعة واحدة في الماء. يعني تغطيس حالنا ببركة مي. صحيح. لكن انا بستأذن لقوم اغتسل. لحظة ما تقلي بعد في شي صغير. غسل الجنابة يغنيك عن الوضوء، يعني تغتسل وتصلي مباشرة. وهلأ صار فيك تفوت تغتسل ونعيما سلف. الله ينعم عليك. نعيما يا سامي سلفا. سبب غسل الجنابة. صباح الخير شباب، كنت عم تسمع عليكم بس ما فهمت ليه لازم نغتسل غسل الجنابة. اسمع يا فادي، سبب غسل الجنابة هو خروج المني بأي سبب كان، سواء في حال النوم أو في اليقظة. فإذا حصل خروج المني وجب على المكلف أن يغتسل من الجنابة إذا أراد أن يقوم بعمل عبادي يشترط فيه الطهارة من الجنابة كالصوم والصلاة. يعني ما فيني لا صلي ولا صوم إذا ما اغتسلت غسل الجنابة؟ صحيح. أوف، هالقد مهم غسل الجنابة؟ طبعا